هذه بس عندنا بالعراق. المؤامرة محبوكة، مؤامرة المافيتين محبوكة حبكة مضبوطة. يوميا يشرب قلاص ويسكي شيفاز الأخ ما ينام. وبعدين يعني البلد وين يعني بدأت. تحياتي. في العالم كله تظهر هناك مافيات مستمرة، والدولة يعني تكافح هذه المافيات باستمرار. يعني مثلا في إيطاليا، في اليونان، في قبرص، في أمريكا اللاتينية، في الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك مافيات معروفة، من شفنا فيلم العراب وما أدري إيش كذا. في كل مكان أكو مافيات موجودة. أحيانا بعض الدول تصنع المافيات وتستخدم من قبل النظام السياسي، من قبل مثلا في نظام روسيا بوتين الرئيس الروسي هو يصنع مافيات، مافيا سلاح، مافيا نفط، مافيا مدري شنو، مافيا كذا، وهو مسيطر زعيم مافيا المافيات إذا صح التعبير. أما إنه المافيات هي تحكم الدولة وتطلع قوانين وفق مصالحها كمافيات، هذه بس عندنا بالعراق. يعني صناع القرار، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، مجلس النواب، عبارة عن وجوه للمافيا. المافيا هذه يا أما تكون هي مافيا مكونة من بعض الأحزاب وجماعتها، أو تكون مكونة من رئيس عصابة. يعني رئيس عصابة يسمي نفسه زعيم سياسي. على قولة الصديق الأستاذ محمد نعناع، قال احنا عندنا أكثر من تشايتشي الآن موجود في الدولة دا يصنع القرار. تشايتشية دا يصنعون. والأخ المقدم ما صدق، ظل يضحك، ما فقد نفسه، ما قدر، قام يضحك، خرب ضحك. قال ايه يا أخي ليش تضحك؟ تشايتشية معروفين وعندهم صور يقدمون شايات وكذا. هسه هم صناع القرار. فهذول التشايتشية يصيرون زعماء مافيا. هسه مثلا على سبيل المثال اجتمعت مافيتين اجتمعوا سوية وقرروا إصدار قرار. المافيا طبعا القرار من يصدر وكذا هي سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. الثلاثة الآن مشتركين بهذا القرار. من هي هاي المافيات؟ أولا مافيا المخدرات اللي قاعد تفتك بينا وتنعل سلفة شبابنا، وهي العدو الأول للعراق. يعني لا بقى داعش ولا أمريكا ولا حتى إيران. مافيا المخدرات هي أسوأ شيء يصيب هذا الوطن وشباب هذا الوطن ومجتمع هذا الوطن وقيم هذا الوطن وأخلاق هذا الوطن اللي يبكون عليها ويتباشون قضية الجندر والمندر والمدري إيش كذا من القصص هاي. هذه هي المافيا الصحيحة اللي ما حد يقدر يحكي بيها. تطلع الداخلية يومية، ألقينا القبض على فلان، ألقينا القبض على 4-5 هذه تجار. مافيا دا تشتغل من جوا وحاكمة البلد كله. تعرفون منه يرأسها ومنه زعمائها. زين، هاي مافيا المخدرات. المافيا الثانية منه مافيا التهريب. هذه فشي بديع. أنا حكالي مرة واحد صديق عزيز اتعرف على واحد من زعماء التهريب في اليكتي، يعني المسؤول المباشر عن خانة التهريب في داخل اليكتي، الاتحاد الوطني الكردستاني. وطبعا بالمناسبة كل حزب من الأحزاب الكبار هذه، سواء اليكتي، البارتي، الدعوة، عمار، الحلبوسي، كل واحد بيهم عنده مسؤول خاص للتهريب، مسؤول خاص للنفط، مسؤول خاص للعملة، مسؤول خاص للمدري أو مسؤول للتهريب. فحكاله قال له احنا آلياتنا شلون نشتغل بالتهريب. العراق هذا بلد هائل، 40 مليون نسمة، استهلاك هائل. احنا مهمتنا تنحصر في قضيتين. اولا، اذا يصير انتاج وطني لاي مادة، لاي سلعة، معمل، مزرعة، مدري ايش كذا، اذا على صغير وينتج له كم كيلو بالاسبوع هذا ما مو يمنا. بس اذا ناوي يسوي فشي ضخم وينتج ويسد حاجة محلية، هذا لازم ينغلق، لازم ينسد، لازم نسد له اياه بطريقه او باخرى، قانون غير قانون، تهديد، مدري شنو، لازم نسده. ليش؟ حتى يظل هناك حاجه الى السلعه الاجنبيه اللي احنا متخصصين كتهريب بها. هاي وحده. اثنين، لازم نخلق ازمه. شلون نخلق ازمه؟ نطلع قرار مثلا بايقاف الطماطم مثلا للشهر الفلاني، ايقاف استيرادها، فتصير أزمة بالسوق للطماطة، نشتغل احنا التهريب، نهرب الطماطة.
هذه شغلتنا. فالآن اجتمعت هاي المافيتين، مافيا المخدرات من جهة ومافيا التهريب من جهة ثانية، اجتمعوا في قصة القرار الأخير اللي صدر بمنع صناعة وتجارة الخمور في داخل العراق. هذا هو الموضوع، لا موضوع له علاقة بالإسلام ولا له علاقة بالشريعة ولا له علاقة بالفقه ولا له علاقة بالمجتمع ولا أي شيء من هذا القبيل. ليش ما له علاقة؟ لأنه هم يعرفون جيدا أنه الدولة الإسلامية القديمة، دولة الخلافة، زين، من زمان بعيد أقرت مبدأ الاعتراف بوجود أقليات غير مسلمة في داخل الدولة الإسلامية، ولها حق أن تمارس حرياتها في الشرب في كذا. بل الدولة الإسلامية كانت تأخذ ضرائب على تجارة الخمور وتجارة الخنازير، لحم الخنزير ودهون وشحوم الخنازير. هذا الحكي أنا مو من عندي، هذا الحكي قاله الدكتور مصطفى تاج الدين أستاذ الدراسات الإسلامية، طلع في حوار حكى قال الدولة الإسلامية في زمن الخلفاء هي بدأت مع عمر بن الخطاب، لأنه قبل عمر بن الخطاب ما كان أكو فتوحات وبالتالي ما كان أكو غير مسلمين في الدولة، فبدأت مع عمر وعثمان وعلي، كلهم مشوا هذا القرار أنه يحق لغير المسلمين أن يتاجرون بالخمور ويتاجرون باللحوم وشحوم الخنازير مقابل أن يدفعون ضريبة يسموها العشر، اللي هي أعتقد 10% من قيمة إذا كانت التجارة. ليش؟ لأنه بذاك الوقت ماكو داعي الحاكم يدعي الإسلام بهيك قرارات مجحفة، هو مسلم ويعرف نفسه مسلم وواثق من دينه وواثق من إسلامه، والمجتمع منقسم ما بين مسلم وغير مسلم، فاللي مسلم هو راح يمتنع عن شرب الخمر واكل الخنزير والى اخره بوضع طبيعي، وغير المسلم كيف براحته ما دام غير مسلم ودا يدفع واجباته للدوله، جزيه ما جزيه ذاك الوقت، ما كان اكو واحد يطالبه يقول له تعال بالقوه انت ممنوع انك تتاجر بالخمور، ممنوع انك انت تاكل، ممنوع انك انت تشرب. زين، العراق كدوله حديثه من سنه ال20 تاسس لحد الان، والخمور موجوده في العراق، والناس اللي تشرب موجوده في العراق، والناس اللي تاكل لحم خنزير واللي تستحرم لحم خنزير موجودين في العراق. لا هذا دمر المجتمع ولا هذا قضى على المجتمع ولا هذا حارب الإسلام ولا هذا هدد الإسلام ولا أي شيء. منو اللي يهدد المجتمع الآن؟ هي المخدرات. المخدرات هي اللي تتهدد. عمر الشرب ما هدد المجتمع، عمره في حياته، وأتحدى. نعم ربما تلاقي لك فد واحد مدمن فقد السيطرة على نفسه وقام يخيط ويخربط، مثل ما تلاقي واحد مدمن على كرة القدم ومدمن على مدري ايش يدمر حياته اي شيء من يدمن عليه الانسان ويصير اكثر من هذه يدمر حياته، ممكن شرب او غير شرب ممكن، لكن بشكل عام كمجتمع لا. اكو ناس ما كانت وما زالت تشرب بوضع وكذا الى اخره، وضع طبيعي ماكو اي مشكلة. شنو المشكلة؟ خليني احكي لكم قصة هذا القانون اللي طلع سنة 2016. جو دا يقرون قانون اللي هو قانون واردات البلديات، قانون واردات البلديات. ما ادري منو يا مجموعة من الخرطي اللي موجودة حاليا واللي يسمي نفسها احزاب اسلامية دحست بمواد القانون تحريم بيع وشراء وصناعة الخمور، هيك دحستها بكيفها. يابا هاي ليش؟ هاي كذا، قبت العالم، عاطت العالم. المهم القانون النسى ونحط على الادراج من 2016. منو اللي جاء نبش ورا القانون وطلعه هسه في آذار الماضي ونزله في جريدة الوقائع العراقية؟ رئيسنا العظيم التقي المتقي المسلم الوردة الرائع السيد لطيف رشيد، خروف الحمالة. يعني أنا أتذكر هذا المثل المصلاوي، لما واحد يشوفوه يقودوه منا ويجيبوه منا يسموه خروف الحمالي أهل الموصل. فالأخ خروف الحمالي السيد رئيس جمهوريتنا المحترم اللي هو أبدا ما يشرب بالمناسبة، ولا يومية الفرد يشرب ويسكي نوع اسمه شيفاز. أنا ما حقيقة ما سامع، يعني ما أعرف، ما عندي فكرة، بس يقال هذا من الأنواع الفاخرة شيفاز. يوميا يشرب قلاص ويسكي شيفاز الأخ، ما ينام
رئيس ابدا، ترى رئيس جمهوريه هذا اشاعات، انا ما اعرف ولا سامع ولا احد. احنا نعرف عنه السجاده مال الصلاه مالته 24 ساعه الرجل، فهاي اشاعات مغرضه مال انه يشرب يوميا قلاص ابدا. المهم طلع الاخ القانون، نبشه وطلعه ونشره بالوقائع العراقيه، ودا يجي يفرضه مره ثانيه. مع ذلك المشتغلين والمتاجرين والصناع، هذه الصناعه اللي هي بالمناسبه من الصناعات العراقيه العريقه. يعني انا من طفل اسمع بعرق هبهب وعرق مسيح وعرق مدري ايش وعرق مناطق وعرق تلكيف وعرق مناطق في العراق كانت تصنع وتتخصص في هذا الموضوع، وصناعة عريقة موجودة بالعوائل المسيحية وعوائل الأخوة اليزيديين وكذا، وهاي تطورت مع الزمن. هناك الآن مصانع كبيرة ضخمة واستثمارات بملايين الدولارات وألوف العمال يشتغلون. ينادي بكنا يقول أنه هناك 200 ألف شخص يعمل في هذا الموضوع، يعني 200 ألف عائلة، ومعظمهم جلهم من الأقليات المسيحية والإزيدية. وعلى قولة صديق حكالي عبر لي قال لي هذه طلقة الرحمة على من تبقى من أزيديي ومسيحيي هذا البلد، علما الصناعة يديرها أزيديين ومسيحيين، لكن المستهلكين كل العراقيين، يعني المسلمين كلهم ترى يشربون. اكو قسم، طبعا مو قسم، هي معظم المسلمين يستحرم انه يشتغل في صناعتها، لكن ما يستحرم يشربها. هاي واحدة من تناقضات مجتمعنا. مهم هو الصناعة ضربت بأكملها. زين قالوا يابا هذا ما معقول الحكي، أكيد هذه شغلة من شغلات شلون أقول لك الاستهلاك المحلي السياسي والهوسة وططة وما أدري شنو إلى آخره. فرفعوا دعوة ضد القرار اللي هو أو القانون 14 من عفوا المادة 14 من قانون واردات البلديات لسنة 2023. وإذا بالمحكمة ترفض رد الدعوة. ليش قلت لكم المؤامرة محبوكة؟ مؤامرة المافيتين محبوكة حبكة مضبوطة. أولا البرلمان طلع السالفة بال2016 منسية، جت السلطة التنفيذية ممثلة بالسيد رئيس جمهوريتنا التحفة الرائع زين لكي يتطلع. طبعا خلوا بالكم رئيس جمهوريتنا هو منين؟ هو أصلا من اليكتي هم شنو؟ هم واحدة من أقوى وأشهر أحزاب التهريب وجماعات التهريب، ومستلمين قضايا التهريب. هاي بس للعلم. من هنا اشتغل السيد لطيف رشيد ويا ريان الكلداني وإيفان جابرو ومدري منو كذا، ومن ذاك يشتغلوا ويا اليكتي، الجماعة مضبطيها حتى هم يسيطرون على الموضوع. راحت وين؟ راحت للقضاء يم السيد زيدان الأول ما كذب خبر، ضربها برشمها، طلع قرار بالقضاء المبرم على هذه الصناعة. وبعدين يعني البلد وين؟ يعني ما افتهم. يعني المخدرات طبعا للعلم، يعني حكالي صديقي قال لي هذه يذكرني بقرار صدام بوقتها بالتسعينات طلع قرار بغلق البارات، وما سوى هيك كارثة، هو سوى كارثة غلق البارات فقط، مو القضاء على الصناعة والقضاء على الكذا. فقال لي وشنو البارات وهاي حرام وحملة إيمانية، كان هاي بوقت صدام حملة إيمانية وما أدري شنو كذا. فعلى قولة واحد قال لي حرام بالحرام، صارت البيوت كلها بارات. الناس الرجال اللي يشرب كذا كان يستحي يشرب قدام مرته وولاده، فيطلع يوميا خميس مرة بالشهر ما ادري شنو يروح يفك عن نفسه، يقعد بباره هو واصدقائه ضحك وسوالف وما ادري شنو كذا، يشربوا لهم فتشمبيك ويرجع لبيته. هاي كانت الطريقة العراقية بالسابقة. جاء صدام منع البارات، صار الناس ما تعوف الشرب. الناس مو لانه يطلع قرار، انما تتحول الممارسة بدل ما تكون معلنة تصير تحت الارض. هو هذا القرار، هي كل القوانين والقرارات اللي تصدر بدون دراسة مجتمعية، بدون تفهم المجتمع، بدون معرفة وضعها، لكي تحول ما كان مشروع إلى غير مشروع وتحت الأرض. فتحولت البيوت إلى بارات، صار الرجال ماكو بار مفتوح كلها مسدسدة، صار يقعد يشرب ببيته ويشرب قدام مرته وولاده. يعني صدام عممها السالفة، بدل ما يخليها ببارات محبوسة بين مجموعة رياجين صارت داخل العوائل. هسه نفس الشيء راح تصير، بس الفرق شنو؟ بدل ما يصير بالبيوت
الشرب وكذا، لا، راح يصير بالبيوت الصناعة. شوف باوع مخاطر القضية. راح يبدون الناس يسوون معامل تحت الأرض، معامل سرية حتى يصنعون بها شرب بدل معامل مفتوحة ومعروفة. أنت ما تعرف هذا الشرب اللي يصنعوه شنو مستواه الصحي، لأن ماكو رقابة صحية. مو مثل المعامل المعلنة اللي الدولة تفحصها صحيا وتشوف. طبعا اللي ما يعرف، الشرب أو الخمور إذا تصنع بشكل غير صحي تؤدي إلى مضار صحية هائلة، قد تصل إلى العمى، قد تصل إلى الموت. إذا أنت الشرب هذا ما مصنوع بشكل صحي وبشكل علمي وبشكل مدروس وفق نسبة تقطير وكحول ومدري إيش، تفاصيل هواية أنا ما عندي فكرة بيها. فبالتالي كل هذه كانت خاضعة للدولة. وزارة الصحة تجي تفحص المعامل، تجي تفحص الكذا، تفحص المدري إيش. الآن راح تصير صناعة تحت الأرض ما حد يقدر يضبطها. زين، هاي وحدة. اثنين، الناس اللي المعامل تحت الأرض اللي راح تصير السلعة مضاعفة سعرها، يجوز تستغلي هاي السلعة والناس تريد تحط فد شيء تنسى همومها، تذب همومها. لمن تتوجه؟ إلى مافيا المخدرات اللي راح تنتعش وتزدهر. ومن سنين مافيا المخدرات تدق على قرار منع الخمور، تدق عليه بكل قوتها. من جهة ثانية جماعة التهريب راح يجيبوا لك المشروبات سواء من كردستان أو من دول أخرى ويهربوه على الحدود وتزدهر. ويبقى الشرب هو، لكن مع الفارق أنه لا جهة صحية مشرفة ولا جهة كذا، وتنتعش عصابات التهريب وعصابات المخدرات. كل هذا بسبب قرار من هذا النوع اللي يعتقد صانعه، ويمكن يتقشمر كم واحد من المواطنين أنه هذه في سبيل الإسلام وفي سبيل الشريعة وفي سبيل الفقه، وهي في الواقع كذبة كبيرة حقيرة مصنوعة فقط لصالح مافيات معينة. طبعا الحقيقة أنا تلقيت فالتسجيل صوتي للدكتور محمد مزعل ثاني، وللأسف التسجيل هذا فيه إساءة إلي، ولكن أنا تفهمت تماما الموضوع هذا، تفهمت خصوصا بعد ما وصلني بطرق غير مباشرة الأجواء اللي طلع بها التسجيل مالته. كما قيل لي بأنه التسجيل أو الشريط الأول اللي وضعته عن سيطرة مافيات آل السوداني على وزارة النفط وضحيتها المدير العام للمكامن وتطوير الحقول وإلى آخره، أنه هذا الشريط سوى ضجة كبيرة، الناس في كل مكان قامت تحكي في القضية. وأكثر من حكى في هذا الموضوع هي الوزارة نفسها، وزارة النفط، لأنه إحنا دسنا على الجرح مثل ما يقولون، إحنا دسنا على الجرح. لو كان ادعاءاتنا ما لها أي أساس من الصحة ما كان سوت هاي الضجة كلها، لكن لأنه أكو أساس الموضوع والموضوع صحيح 100% فدسنا على الموضوع. فطبعا طلع الدكتور محمد مزعل يتبرأ ويهاجمني شخصيا ويتهمني كذا. وأنا بس أقول كلمة واحدة للدكتور، أنا لا أعرفه بالمناسبة، أنا قلتها في السابق وأقولها الآن، أنا لا أعرف الرجل مطلقا، لم ألتقي به في حياتي، لم أتصل به في حياتي، لم أكن قد سمعت عنه إلا من الناس الطيبة التي نقلت لي الوضع والقصة عنه. هو الرجل شعر بالخوف أو بالاضطراب أو بالكذا نتيجة لأنه اسمه صار بهذا الشكل، هذا ليس ذنبي، ليس ذنبي وليست مسؤوليتي بصراحة. أنا مسؤوليتي لما يتصل بي يسيم من الناس ويقول لي دكتور هاي حقائق ومعلومات 1 2 3 وأرجوك لا تقول اسمي، أنا ذاك أكون أنا أمام مسؤولية أنه ما أجيب اسم فلان، لأنه هو ترجاني بنفسه أنه ما أجيب اسمي. أما الدكتور محمد أنا ما أخذت المعلومة من عنده ولا هو قال لي أرجوك لا تجيب اسمي، إنما وصلتني المعلومة من آخرين ولا بد من ذكر اسمه، لا بد من ذكر. ما أقدر أقول مدير عام المكامن انطرد وأنا ما أعرف هو منه. فهو اتهمني بأنه أنا يوتيوبر وأحاول أحصل أصوات وأحاول، نعم أنا لا أنكر أنه واحدة من أهدافي أنا أحصل الأصوات وأحصل مشاهدات، وأتمنى لكم الآن جميعا اللي تأيدون هاي الحلقة أنه تدقون المشاركة وتضعون اللايك أو شارة الإعجاب أو إلى آخره. مو لأنه فقط أنه أنا أريد أصوات والسلام، لا، لأنه هاي الأصوات
وهاي المتابعات وهاي التأييد وهاي الكذا دليل على أنه هناك شيء دا يتحرك في دماغنا كلنا، في قلوبنا كلنا. وإلا أني لو أريد أنه مجرد أصوات للأصوات ومجرد متابعات للمتابعات، بإمكاني أن أنضم لطريق الحرير ودق طبل، بإمكاني أن أضم لقضية الجندر ودق طبل، بإمكاني أن أضم لقضية حرق القرآن ودق طبل، بإمكاني أن أنضم لقضية والله أمريكا جاية تقصف النظام وتغيره ودق طبل، وهذه تجيب لي مشاهدات أكثر بهواية من المشاهدات اللي عندي الآن، بهواية. يعني نجوم كبار صاروا ومتبعين وأحزاب إلهم وجماعات تأيدهم وتشتمني يوميا بسببهم، بسبب هاي الدعاوي اللي أنا أعتقدها كلها خالية من المنطق والصحة. لهذا لما أستلم قضية مثل قضية الدكتور محمد مزعل، حتى وإن كان هو نكرها وحتى لو كان هو هاجمني، وأضعها وأخلي الناس يهتم بها، هذا فشي يثلج قلبي ويفرحني ويقول لي إنه أنت على الطريق يا ناصر دريد، أنت ما زلت على الطريق الصح، خليك بيه رغم الصعوبات ورغم وحشة الطريق ورغم السفالات من البعض ورغم الشتائم ورغم التعديات ورغم الكذا. وهذه بس أنا أريد أن أوجه كلمة للدكتور محمد مزعل، لأنه أنا دا أفتهم القضية وسمعت الشريط مالته جيدا، أنه دا يقول أنا مستعد أن أكون جندي أو أكون أخدم أو كذا في أي مكان تقرر الدولة. هذه القضية البحث عن الأمان، ما يسمى بالأمان في داخل الوطن وفي داخل الوظيفة، قضية يعني مؤلمة جدا جدا مؤلمة. وأنا أذكر أكو صديق عزيز رائع من خيرة الوجوه الإعلامية ومن أوائل الناس اللي رفعوا الصوت عاليا ومدري إيش كذا، وهذا الكلام قبل سنين، شفته بدأ يلين صوته، يلين لصالح قوى سياسية معينة. فلما التقيته قلت له يا أخوي شنو السالفة؟ ايش بيك يعني؟ شنو الموضوع؟ اكو شيء معين انت دا تشوفه انا ما دا اشوفه؟ اشرح لي. اشرح لي بكل بساطة ووضوح وصراحة، لأن هو صريح وسبع واخو خيته. قال لي والله احكي لك دكتور، انا كاتل روحي اريد ارجع لولايتي. هو من اهل البصرة للمناسبة. قال لي مدى اقدر، اني جربت تركيا وجربت لبنان وجربت كردستان وجربت مدري وين مدى اقدر ابتعد، مدى اقدر يشيلها عقلي فكرة انه انا بعيد عن البصرة. انسان اصيل، انسان يحب وطنه وبلده ومدينته بهذا الشكل الجنوني، اضطر بالنتيجة من اجل معالجة هذا الحب انه يرخي ويمدح قوى سياسية معينة ما تستاهل قندرته حش السامع، ما تستاهل اظفر رجله، بس حتى يمكنوه يرجع يشوف ولايته. ومثله أيضا قاضي من أعظم القضاة وأنزههم في هذا البلد، طلع أيضا فر من البلد هذا لأنه صوت شريف ونزيه وكذا، اضطر يرجع كما قيل لي، وليس هو من أخبرني، كما قيل لي بناء على تسوية معينة وصفقة معينة حتى يرجع، لأنه مدى يتحمل الغربة. مسؤول آخر أنا أعرفه وهو من أشرف المسؤولين في العراق، من أشرفهم وأكثرهم نظافة، فر أيضا من الوطن أيضا لنفس الأسباب، لأنه شريف ونظيف وكذا. وصلت الحال بي في الغربة أنه تعرض لمحاولة اغتيال، رادوا يقتلوه في الغربة، حطوا له جابوه مرحبا فلان أستاذ فلان احنا من المعجبين بيك أرجوك نريد نشوفك. يقول رحت على رسلي دا أشوفهم وجايبين لي حلويات ومدري ايش وكذا، واكلوا قدامي، شوف الوسائل، اكلوا قدامي، يعني ما خطر ببالي، قال لو خاطر ببالي شيء والله ما مد ايدي لو حتى ياكلون القوطيه كلها، ولكن ما خطر ببالي. على الهويني حطيت لقمه بحلقي، من لحظه اللي حطيت اللقمه بحلقي واني شاغت روحي، يقول لا نفس لا كذا، ما ادري شنو اللي صار بي، ما اشوف نفسي. فتحت عيني بالمستشفى وحدي بدون احد، هم ذولاك مهزومين طبعا، واخبروه بالمستشفى قالوا له انت لحقناك باخر لحظه، سوينا لك غسيل معده، طلعنا ماده سميه قاتله. من قلت له ننعل والديهم لا بنخلفهم، نطلع ونشرشحهم، قال لي لا الله يخليك دكتور لا تسويها. قلت له ليش ما اسويها؟ قال لي مو اكو ناس مثل وجهك الطيبين دا يسعوا لي حتى ارجع لوظيفتي، ارجع للبلد، ارجع. ولك يا باش ترجع وعلى اي ثمن وباي ثمن ترجع؟ انت تصور نفسك رح ترجع وتبقى بنفس الصوت القوي وتبقى بنفس الشرف والنزاهة؟ هذا الكلام مو موجه إله هو فقط، موجه هو دا يسمعني هسه ويعرف أن دا قصده، موجه للصديق العزيز الإعلامي الرائع، وموجه للقاضي الرائع اللي رجع، وموجه أيضا للدكتور محمد مزعل اللي يعتقد بأنه من خلال
التبرؤ من كلامي وشتيمتي وحكي علي انه بامكانه يرجع. اخوي العزيز، اذا تشتمني وترجع ارجع واشتمني براحتك، بس اذا تتصور انك انت رح تبقى نظيف وتشتغل في هذا الوطن بامانه ونزاهه وترجع مره ثانيه لنفس وظيفتك او وظيفه احسن ان شاء الله وايضا بالامانه والنزاهه، انت غلطان. انت غلطان. لازم ترجع مقابل ثمن معين الدفعه، والثمن هذا مهما كان تتصوره انت بسيط، والله اثمن من كل كنوز الارض. لانه الانسان بلحظه يا اخوان، بلحظه واحده لما يفكر يتنازل عن سنتيمتر من قناعاته ومن اخلاقه ومن ذاته ومن نفسه، ما راح يشوف الا السنتيمتر هذا يتحول الى كيلومترات. ودائما خليكم وياي.